حكاية الست اللي دمرت يحيى شاهين. الفنان الراحل يحيى شاهين عاش مأساة كبيرة على مدى حياته، وكانت سببها امرأة دخلته في حالة من اليأس والاكتئاب. سنة 1959 اتجوز يحيى شاهين من سيدة مجرية مطلقة، وكان عندها طفلين ساعتها، وبعد ما اتجوزها أنجب منها بنتين. وبعد ما استمر الزواج حوالي 6 سنين قرروا الانفصال بسبب المشاكل اللي حصلت بينهم لاختلاف طباعهم وطريقة حياتهم. وبعدها طليقة يحيى شاهين أخدت بناتها وسافرت المجر، ويحيى شاهين ما بقاش يعرف أي أخبار عن بناته. وبسبب الموضوع ده أصيب الفنان يحيى شاهين بحالة إحباط واكتئاب شديدة جدا، وعاش في عزلة كبيرة لمدة 2 سنين. وبعدها طلب من قرايبه إنهم يشوفوا له عروسة تانية تكون مناسبة ليه وتتفهم طبيعة عمله كفنان. وبالفعل وقع الاختيار على السيدة مشيرة عبد المنعم، وأنجبوا بنتهم الوحيدة داليا. وعاشوا سعداء لحد ما توفى يحيى شاهين عام 1993. ورحل يحيى شاهين من غير ما يشوف بناته اللي من لحمه ودمه، رحل وفي قلبه جرح وشوق ما قدرش يداويه الزمن.